المصري وإجراء القرعة بتاعتها يوم 21 وانطلاقها يوم 29 مارس الحالي، وإقامة بطولة كأس مصر مع استبعاد اللاعبين الدوليين أو عدم مشاركة اللاعبين الدوليين إذا استلزم الأمر، إلغاء مسابقات الجمهورية والاكتفاء بدوري المناطق تجنبا للاحتكاك بين المصري والأهلي على مستوى الناشئين. لم تتخذ عقوبة بشأن المصري، ولكن هناك من الكواليس ما يقول روايتين. واحدة منها أن القرار معد بالفعل لهبوط النادي المصري وفق ما أكد الأستاذ أحمد سعد الناقد الرياضي بالأخبار، وأن القرار موجود بالفعل في مكتب أو درج مكتب الكابتن أنور صالح رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة. وبين تسريبة أخرى أن القرار الذي سيتخذ هو منع المصري من اللعب لمدة 5 سنوات في بورسعيد، وإنه هذا القرار تم إعداده وإرساله إلى الفيفا حتى يتخذ القرار رفعا للحرج. أستاذة إيناس مظهر رئيس القسم الرياضي بالأهرام ويكلي، مساء الخير. والسؤال: مساء الخير يا خالد، أهلا وسهلا. هل يمكن أن يتدخل الفيفا باتخاذ قرار نيابة عن أحد؟ لا طبعا. لا طبعا، لأن الفيفا أساسا إذا كان الفيفا بيعترض على التدخل الحكومي في عمل الاتحاد، نعم، أو أعمال الاتحادات عامة، فهو لن يتدخل. ده بالنسبة للفيفا أمر داخلي يعمل هو اللي هو الاتحاد هو اللي صاحب القرار الأول والأخير. بمعنى ان انت هل الفيفا بيتدخل في مثلا لائحه لجنه المسابقات او في الدوري لما بتيجي السنه دي تقول 14 فريق، المره الجايه 16 19، لا يتدخل. فبالتالي هو لا يتدخل في اي عقوبه، ده شأن داخلي، ولا في عقوبه ولا ان فريق يهبط او غير كده. حتى لو كان هناك مخاطبه رسميه عايزين قرار، حتى لو كان ده طلب. لا لا، ما ينفعش يطلب. ولو طلب يعني هتوصل المرحله مجرد انه يطلب، معلش سوري، هيعتبر ضعف من اتحاد اللعبه في ادارتها. يعني انت بتطلب من الاتحاد الدولي، انت كانك بتقول له انا اسف مش عارف اخد القرار فخده انت بدالي. ما ينفعش. هو احنا عارفين ناخده واحنا مش عارفين ناخد القرار فعلا. ما ينفعش خالص. لكن كل مهمه الفيفا انها تصدق على القرارات، ان هو بيبعت له القرار. اتحاد الكوره بيبعت اي قرارات، الفيفا خلاص بياخدها بيعتمدها عنه، لان ده قرار اتحاد الكوره. نعم. امتى يتدخل الفيفا؟ يتدخل الفيفا في حاله ما اذا اشتكى احد الاطراف، يعني لو النادي المصري طلب او اعترض على هذا القرار، ولكن بيتدخل برضه، بيبقى الفيفا ده اخر حاجه انت ممكن تلجأ لها. وبيطلب يعني حتى لو الاتحاد المصري خاطبه هيقول له ارجع لاتحاد الكوره، يرجع لاتحاد الكوره يقدم شكوته زي ما هو عاوز، واتحاد الكوره يدرسها، والفيفا كل ده بيتفرج. يعني لا يتخذ اي قرارات نهائيا غير بعد ما تستنفذ كل الحلول، وايضا لا يتخذ قرار، لان في النهايه هو شأن داخلي قد يوصي، ولكن لا يتخذ قرار يعني بالإنابة عن أحد. بالمعلومات اللي انت يعني ملمة بيها، هل كانت هناك مخاطبات أو تبادل للمكاتبات بين الاتحاد الدولي واللجنة الموجودة حاليا في اتحاد الكرة خلال الفترة اللي فاتت أيا كان نوعها؟ يعني بالأمانة أنا فعلا ما أعرفش قصة هذه المخاطبات، ما عنديش خلفية. وإذا يعني وحتى أنت بتكلمني النهاردة إحنا سبت وحد، هم هناك نظامهم يعني سبت وحد لا يعملون، وصعب ان انت توصل لاي حد حتى اتاكد من هذا الامر. ثم ان هذا حتى الامر انا عايزه اقول لك ان هو لا يخص برضه المسابقات في الفيفا، لان هذا امر تاديبي. بعدين انا برضه عايزه اقول لك حاجه، ودي يمكن دي المعلومه اللي انا متاكده منهم بناء على كانت يعني حوار او تليفون بيني وبينهم، ان هم لما سألتهم عن هذا الموضوع فقالوا لي احنا الموضوع عندنا متوقف، بالنسبة لنا ما عندناش اي تعليق، لان احنا طلبنا نتيجة التحقيقات، وبالتالي انت اساسا احنا هنا يعني ما جاتلناش نتيجة تحقيقات، احنا هنا في مصر ما عندناش نتيجة التحقيقات، وبالتالي لم تصل للفيفا. كل اللي وصل للفيفا تقارير المباراة، الحكام، مراقب المباراة، تقارير الحكام، ودي تقارير لا تهمهم. نعم. هم على يعني علشان برضو يدرسوا الموقف ويلموا بيه،
هم مستنيين تقارير الجهات المختصه. نعم. وبالتالي ما عندناش تعليق لان ما وصلناش حاجه. طيب في موضوع تاني برضو متعلق بنفس المسألة بس في اتجاه تاني ويخص اتحاد الكرة طبعا، انه في كلام عن انه جيرين فالكا سكرتير عام الفيفا ارسل للاتحاد المصري يوم 6 مارس جواب بيقول ان الفيفا يؤكد عدم تدخله من قريب او بعيد في اعطاء الاذن بتحديد موعد الجمعية العمومية للاتحاد او بنودها. ده الكلام ده قيل، هل الكلام ده صحيح؟ ومين اللي تولى ترجمة الخطاب بشكل خاطئ؟ لانه المعلومة اللي بتقول انه الفيفا بينتظر انه يعرف الناس قررت ايه وموعد الاجتماع ايه عشان يبتدي يبدي رايه. بالظبط، لان برضو برجع وبقول لك ده شأن داخلي للاتحاد، هو ملوش ان هو يقول له اعمل الجمعيه العموميه امتى، ده قراره هو، وهو ده اللي دايما الفيفا حريص عليه. الفيفا بالنسبه له اي اتحاد هو جمعيه عموميه ليها قرارها، عشان كده برضو بيؤكد على ضروره الانتخابات وما وبيكره او بيستغرب، يعني علشان افهمك، بيستغرب فكره التعيين سواء عندنا او في بعض الدول الافريقيه، وبيقف ضدها، بيقف ضدها فعليا، يعني ممكن يبقى في عقوبات ضد المساله دي. بالظبط، فهو لا يخصه، هو كل اللي يعنيه ان هو عايز انتخابات. طيب. ان يبقى في لجنه منتخبه تدير الاتحاد بناء على اجتماع الجمعيه العموميه. يبقى ده ضد الكلام اللي روج في الاعلام قبل ايام قليله بانه الاتحاد الدولي ضد اقامه الانتخابات في الوقت الحالي وانه عايزها في سبتمبر. هو وليه؟ لا، هو يمكن المقصود بيه في سبتمبر على اساس ان كل الاتحادات عامه بتقيمها في سبتمبر، ولكن ما اعتقدش ان هو ممكن يتدخل. انت عايز تعمل انتخابات دلوقتي الى حد سبتمبر، انت حر، ده في النهايه شأن داخلي، لكن انا لا اعتقد ذلك. انا زي ما بقول لك، انا بقول لك الكلام ده يعني نابع مني، لست مثلا بتكلم باسم الفيفا، انا ما اعرفش الخطاب اللي راح وجه دوت، فبالتالي ما بقى. لكن انا بقول لك من تجربتي ومن تجاربي ومعرفتي بالاحداث. يبقى هسألك سؤال في الاتجاه ده برضه. ان هو الجمعيه العموميه اللي بيحترمها ان هو كده لا يحترم، لو هو ده قرار الجمعيه العموميه انها تعمل انتخابات مبكرا اكيد هيوافق عليها. طيب تفتكر ان في ناس كتير بتستخدم اسم الفيفا الايحاء للناس بان هناك قرارات في اتجاه ما ويبقى المساله دي متعلقه بمصلحتهم الشخصيه وبيروجوا ده اعلاميا؟ انا ما اعرفش طبعا ايه مصالحهم او مدى ترويجهم، انما ممكن يحصل. ولكن انا زي ما بقول لك اعتقد كده، لان في كلام كتير قوي الفيفا بتقول زي كانهم كانوا قاعدين معاهم على القهوه بالليل. عقب الاحداث لما قالوا الفيفا يدعم مجلس مثلا كابتن سمير زاهر، او الفيفا بيدعم الاتحاد، الفيفا لا يدعم اشخاص. نعم. وان هم لا يعني في ناس لما بتتكلم بتوحي ان هم كانوا معاهم على القهوه بالليل او قاعدين على الكافيه مع بعض. بالظبط، وده طبعا لا اعتقد. هم مش فاضيين. الفيفا واضحه جدا وعندها لوائح وكل حاجه عندها، يمكن قد يكون لديهم بعض الفساد، ولكن من ناحيه الاداره فهم منظومه اداريه يعني بتمشي زي ما بيقولوا منضبطه جدا بالورقه والقلم. نعم. ايناس مظهر رئيس قسم الرياضي بالاهرام ويكلي، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما اشرت في العناوين، الزمالك كان يتجه الى الامارات لاقامه